أهلا بكم في رحاب مطبخنا اليوم. سوف نصطحبكم في رحلة طهوية شهية لتعلم إعداد وصفة الكوسة المحشية باللحمة المفرومة. سنستعرض معكم خطوات بسيطة ومدروسة لتحضير هذه الوجبة التي تجمع بين المذاق الرائع والقيمة الغذائية العالية. أعدوا أيديكم فإن الرائحة الزكية والنكهة اللذيذة تنتظرانكم في نهاية هذه الرحلة. لا تنسوا أن تجهزوا المكونات وترافقونا خطوة خطوة لتبهروا أسركم بطبق يستحق أن يوضع على أفخر السفر. هيا نبدأ. معنا 1.5 كيلو من الكوسة، نقطعها من الأطراف بهذا الشكل. بعد أن ننهي الكمية في مقلاة على النار، نضيف مكعباً من الزبدة أو ملعقة كبيرة من السمنة على أي زيت نباتي تفضلونه، ثم نضيف الكوسة بهذا الشكل في المقلاة حتى تأخذ لوناً كذلك وتصير نصف نضج. بعد ذلك نأخذ 3 أو 4 حبات من البصل المفروم ونضيفه في المقلاة بدل الكوسة. نشوح البصل، نضيف ملعقة صغيرة من الملح إلى البصل. بعد ذلك نضيف جزرة مبشورة ونقلبها مع البصل. معنا نصف كيلو من اللحمة المفرومة ونضيفها على البصل والجزر. البهارات: ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة، ملعقة صغيرة من القرفة، ملعقة صغيرة من بهارات السبعة، والملح حسب الرغبة. نضيف إليها فصين من الثوم المفروم ونقلبها جيداً. معنا فول سوداني اختياري. تحضير الصلصة: في مقلاة على النار نضيف زيتاً نباتياً، ثم نضيف بصلة مفرومة ونشوحها حتى يصبح لونها أصفر. نضيف إلى البصل فصين من الثوم المفروم. بعد ذلك نضيف عصير الطماطم مقداره 5 أو 6 حبات. ثم نضيف عليه الفلفل الأسود، بهارات السبعة والملح. نتركها على النار حتى تتسبك. نفتح الكوسة بهذا الشكل ونحشيها باللحمة المجهزة. نرصها في صينية.
ويمكن إضافة أي خضار تفضلونه مثل الفلفل. بعد أن تجهزت الصلصة، نضيفها على الكوسة المحشية. ندخلها الفرن على درجة حرارة عالية. بالهناء والشفاء على قلوبكم. جربوها وقولوا رأيكم في تعليق. لا تنسوا أن تضغطوا إعجاباً بالفيديو وتشتركوا في القناة. وفي الختام، نتمنى أن تكون وصفتنا قد نالت إعجابكم.